أهلا بيكم. حاسبات ولا هندسة؟ سؤال بيقابل كل واحد مننا أو كل واحد مهتم بالبرمجة أو التكنولوجيا. تابع معايا الآخر وهتشوف كل حاجة بالتفصيل. هنتكلم عن الدراسة، المهارات، فرص الشغل، وكمان المرتبات. يلا بينا. خلينا نشوف الجدول اللي ملخص كل حاجة ده وناخده حاجة حاجة. هنبدأ بالدراسة. بالنسبة للهندسة انت هتدرس رياضة، فيزياء، الأنظمة المدمجة، الإلكترونيات، لكن مش هتلمس البرمجة بعمق. لكن في حاسبات هتدخل على الخوارزميات، هتدخل على البرمجة، الداتا ستراكشر، بحيث ان ده هيديك ميزة انك تدخل سوق العمل بسرعة. طيب بالنسبة للمهارات المطلوبة اصلا عشان هندسة ولا حاسبات؟ هندسة انت لازم تكون قوي جدا في الماس وفي التحليل، لكن بالنسبة للحاسبات انت محتاج تكون مهتم بالبرمجة والكريتيكال ثينكينج والبروبلم سولفينج. لا وبص، لو انت بتحب تفهم السيستم من جوه ازاي والاجهزة ازاي بتشتغل والتفاصيل دي، انت كده هندسة هتناسبك. طيب لو انت بتحب تبني البرامج وتشتغل في مجال السوفت وير، فكده حاسبات هتناسبك اكتر يعني. بالنسبة لمدة الدراسة، فحاسبات 4 سنين، وبدأت تبقى 5 سنين في جامعات زي القاهرة. لكن في هندسة 5 سنين ومن ضمنهم سنة إعدادي، بمعنى أنت بتاخد سنة كل المواد، بعد كده بتبدأ تتخصص، وده بتنسيقات إذا كان بقى كهرباء، ميكانيكا، إلى آخره. وبعد كده لما بتدخل كهرباء فيها تخصصات برضو، سواء اتصالات أو كمبيوتر أو مثلا باور، فهي برضو تخصصات وكلها قايمة على تنسيقات. طيب بالنسبة لفرص العمل، الاتنين ممكن يشتغلوا نفس الشغلانة. اللي بيفرق فعلا هو المهارات مش الكلية. يعني التخصصات المفتوحة، باك اند، فرونت اند، الاي اي، السايبر سكيورتي وغيره. يعني ممكن مهندس يعني خريج من هندسة يشتغل باك اند، وممكن خريج من حاسبات يشتغل في الهاردوير لو اشتغل على نفسه وعلم نفسه. الاتنين بيدرسوا امبيدد سيستم ومايكرو كنترولر، ممكن برضو يشتغل على نفسه اكتر ويبدأ يشتغل في المجال الهاردوير ده. وبيبقى هنا البرمجة بتاعته بسيطة، يعني التركيب الدايرة أصعب من البرمجة. طيب بالنسبة للسوق العالمي عامة أو سوق العمل، وسوق العمل ما بقاش بيسأل انت خريج ايه، هو بس بيعرف انت بتعرف تعمل ايه. يعني في دلوقتي حاجة اسمها ريموت، اللي هو انت بتشتغل اونلاين، او الفريلانس، انت مش شرط تكون تبع شركة بس انت عندك المهارة. آه، في الشركات العالمية دلوقتي بتتعامل على البورتفوليو بتاعك، المهارات اللي عندك، الجيت هاب بتاعك اللي انت رافع عليه الاكواد بتاعتك، بتكتبها ازاي كلين كود، فاهم انت بتعمل ايه، ولا الامور ماشية ازاي، وبناء على كده بيحددوك انت تنفع تشتغل معاهم او لا. وانا شخصيا يعني خريج حاسبات، انا دخلت هندسة وحولت الحاسبات، هنتكلم في الموضوع ده في الاخر. بس اشتغلت على نفسي في كذا مجال، ووصلت ان انا اشتغل على مشاريع حقيقية ريموت وفريلانس وفي شركات، وخلينا اشتغل مع بلاد تانية. وشهادتك هنا مش هتحدد المستقبل، هو الفكرة انت بتعرف تعمل ايه. طيب بالنسبة لفرص العمل يعني او المرتبات، المرتبات في مصر محدودة شوية، لان انت هنا بتتعامل م- مع اغلبهم ستارت اب، شركات ناشئة. والشركات اللي واخدة وضعها شوية برضو في مصر، المرتبات يعني بيحددوا الفريش، الجونيور، الميد ليفل بالطريقة دي. بره المرتبات بتتعامل سنويا، وطبعا هنحسب حتة الضرايب، هتلاقي ان انت اللي بتدخله سنويا مع مصاريفك مع الضرايب اللي بتتاخد وكده، هو مبلغ محترم، بس يعني والجنيه جنيه بلده في الاول وفي الاخر. بالنسبة لأفضل الجامعات،
احنا النقطة دي يعني هو برضه في الأول وفي الآخر أنت شغلك على نفسك هو اللي هيفرق مهما كانت الجامعة. ففي ناس تقول لك طب أدخل خاص ولا أدخل عام؟ لا، ادخل عام واشتغل على نفسك أحسن ما تدخل خاص. الخلاصة، حدد أنت بتحب إيه الأول وابدأ اتعلم من دلوقتي. يعني الكلية مهمة بس مش كل حاجة، هو شغلك على نفسك هو الأهم. فحاسبات ولا هندسة؟ الإجابة عندك أنت، المهم إنك تشتغل على نفسك وتبني نفسك. ومن ناحية إن في ناس تقول طيب النقابة، تشتغل على نفسك هتشتغل وتجيب فلوس، وفي سوق العمل أنت مهندس تتعامل مع شركات عالمية سواء مايكروسوفت، جوجل، وات ايفر. بالنسبة برضه لو هندسة وجيت اشتغلت مع انتل، نيفيديا، في جميع الحالات انت في سوق العمل وبتتعامل كمهندس. فهو شغلك على نفسك هو اللي هيوصلك انك تشتغل، سواء دخلت حاسبات، دخلت هندسة، اشتغلت على نفسك وخدت كورسات، وانت اساسا يعني ممكن تكون كلية تانية غير كده بره المجال بس مهتم بمجال البرمجة، هتعرف توصل وهتعرف تلاقي شغل. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، واستنى مني الفيديو الجديد في ان انا ازاي دخلت البرمجة وازاي بدأتها من الصفر. سلام.